أشكر حركة علمانيون طبعا على هذه الدعوة للحديث عن موضوع الفاشية الدينية. يا له من تطور رهيب في تاريخ مصر، إن أنا أرجع مصر وأتكلم في ندوة مفتوحة عن موضوع الفاشية الدينية. شيء إحنا انتزعناه، محدش منحنا الحق ده، إحنا انتزعنا هذا الحق إن إحنا نتكلم في هذه المواضيع. هذا شيء يسعدني. أنا من زمان ما اتكلمتش في مصر، وآخر محاضرة ليا كانت من 7 سنين في جامعة الدول العربية، خرجت منها كاره جامعة الدول العربية وبعض أو معظم الدول العربية، بسبب إن ما بيسيبوش الواحد يتكلم ويقول اللي هو بيفكر فيه بحرية. لازم حد يجي يحجر عليك، وحد يقول لك لا ده كتير وده شوية. فحركة علمانيون لما دعتني إن أنا أتكلم هنا، قلت لهم أنا بقول رأيي بصراحة وما عنديش خطوط حمراء، فحد هيجي بعد كده ويزعل مني أنا بحذركم من دلوقتي. قال لي لا، قول كل اللي أنت عايزه وبراحتك. قلت كويس جدا. الفاشية الدينية، طبعا كدارس للعلوم السياسية، مصطلح الفاشية الدينية مصطلح حواليه جدل كبير. يعني دارس العلوم السياسية الأصيل أو أستاذ العلوم الإسلامية الأصيل هيقول لك لا، الفاشية الدينية أو الفاشية في حد ذاتها دي حركة سياسية ظهرت في أوروبا في ظروف سياسية معينة، وفقا لظروف تاريخية معينة، وصعب مقارنتها باللي بيحصل دلوقتي في العالم الإسلامي. وفي ناس تانية تقول لك احنا ممكن نقول فاشية ذات وجه ديني، لكن كلمة فاشية دينية دي كلمة تقيلة شوية، كلمة صعبة شوية. لا، أنا مصر على مصطلح الفاشية الدينية، وأعتقد أن الفاشية الدينية الإسلامية قديمة جدا. يعني لا تبدأ فقط بصعود التيار السلفي أو صعود حركة الإخوان المسلمين. أنا بأؤرخ بداية الفاشية الدينية الإسلامية بفتح مكة. بفتح مكة كان في حركة نشأت في مجتمع مكة سمت نفسها الإسلام، وكانت مستضعفة. فوقت ما كانت مستضعفة قالت نتعايش مع بعض، لكم دينكم ولي دين، مشاركة لا مغالبة. يعني بعد ما تمكنت هذه الحركة أو الدعوة، ما بقاش في حاجة اسمها لكم دينكم ولي دين، في عودة إلى مكة، تحطيم الأصنام، وتثبيت فكر أحادي وفرضه على الجميع بالقوة. سيبك انت من حكاية اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء على أي أساس؟ يعني أذهب أنا وأنتم الطلقاء، يعني ممكن أعبد اللي كنت بعبده لحد دلوقتي، ممكن أمارس حياتي بنفس الأسلوب؟ لا، اذهبوا وأنتم الطلقاء حسب شروطي أنا. مكة، في كتاب اسمه تاريخ مكة للأزرقي بيصف مكة قبل الإسلام كمجتمع تعددي جدا، مجتمع عايش من التجارة، مجتمع عايش من التسامح الديني. كل قبيلة في الجزيرة العربية كان لها إله أو معبود. كان في يهود وكان في مسيحيين في الجزيرة العربية. الكعبة كانت مركز كل هذه الديانات وكل هؤلاء يعني المعبودات ولا المعبودين، بيسموها ايه باللغة العربية؟ سامحوني لو اللغة العربية احيانا تقلت معايا شوية. فكانت مركز. مكة ما كانش فيها أصنام بس. مكة الكعبة، داخل الكعبة في كتاب تاريخ مكة الأزرقي كان فيه أيقونات مسيحية، كان فيه صورة لمريم، صورة للمسيح. كل ده مع فتح مكة اتشال، اتطهر. ودي لب الفاشية، اللي هو انتشار الفكر الأحادي وفرضه على الجميع، وقتل التنوع أو اعتبار التنوع انحراف، أو اعتبار التنوع خطر. بعد انتشار الدعوة الإسلامية قال لك أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. اليهود والمسيحيين طلعوا، لازم يطلعوا. فهو ده بالنسبة لي البذرة التي قامت عليها الفاشية الدينية.
هتيجي تقول لي لا انت ما تقدرش تحكم على الرسول ولا على القرآن بمقاييس القرن 21. فل قوي، تعالى لي بقى. انا موافق لن احكم على الرسول ولا على القرآن بمقاييس القرن 21. انا مدرك تماما ان ظروف نزول الايات يختلف، وظروف نشأة الدعوة يختلف، والظروف السياسية المحيطة بمكة والمدينة تختلف عن عصرنا النهاردة. بس ما دمت انت بتحجمني وتقول لي ما تحكمش على الرسول وعلى القرآن بمقاييس القرن العشرين، يعني ما تجيش تقول لي عبيد، ما تقوليش تقول لي الجواري، ما تقوليش تقول لي حرية المرأة، ما تقوليش تقول لي كل الحاجات دي كلها، اقول لك ماشي موافق. وانا شايف ان الدعوة كانت عبقرية جدا للزمن ده. بس نعمل ديل بقى، زي ما انت مش عايزني احكم على الدعوة الإسلامية وافكارها بمنطق القرن 21، يبقى افكار الدعوة الإسلامية اللي نشأت في القرن السابع ما تجيش مش بس تحكم عليا في القرن 21، لا تيجي تتحكم فيا وفي حياتي اليومية وحياتي السياسية وحياتي التشريعية في القرن 21. الديل ده لازم يكون ليه جانبين، مش مجرد يعني شيل ده من ده ارتحنا عن ده، او زي ما بيقولوا يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز منك عسل. موافق يعني انا شايف ان احيانا ان ولع البعض بالهجوم على شخص محمد او على ايات معينة من القرآن، شايف انه ما احناش في حاجه ليه. لكن لما هو بيجيني بالايات القرآن دي ويصدرها لي وبيحاول يتحكم فيها بيها، ما عنديش اي وسيله دفاع غير ان انا ارد عليه واقول له خلاص انت اللي نزلت بدينك وقرآنك وتعاليمك على الارضيه دي، خلاص هحطها بقى في معايير العقل وهحكم عليها. فانا مصمم على مصطلح الفاشية الدينية، ومصمم ان بذرة الفاشية الدينية موجودة في تاريخ الإسلام، في مفهوم الحكم في الإسلام، في تطور التاريخ الإسلامي نفسه. هي دي البذور الأولى اللي أدت فيما بعد لظهور ابن تيمية ولظهور محمد بن عبد الوهاب ولظهور السلفيين وحركة الإخوان المسلمين.